يا جماعه، جهزتوا ولا لسه؟ يا استاذ انا مش ساعاتي، وبعدين ما اعتقدش ان في ساعات هيشتري ساعه قديمه. 1.5 مليون بسيطه يا اخي، انا ادفع الفرق ده. وبعدين معاك راجل انت وهو، مش هتيجي تقولوا عايزين ايه ومين اللي باعتكم؟ مش انت اللي جايه مع وائل؟ بس مش وانت ضعيف. والله ما انا مطفحكم حاجه تانية يا غدر كده من غير ما يشورنا. طب هو مش عارف اصول شغلنا. مين ده؟ سيد صادق واحد من الناس اللي يمكن ما يكونوش دايما تحت الأضواء، بس كان دايما بيكمل طريقه بشرف وبتعب وبكفاح. الفنان سيد صادق اللي يمكن ما يتصدرش الترند، بس تاريخه مليان احترام وتقدير. النهارده هنتكلم عن راجل من الزمن الحقيقي، فنان وإنسان ومكافح لحد آخر يوم في عمره. سيد صادق اتولد 18 يونيو 1945 وكان مبهور بالسينما قوي لدرجه انه اشترك في كل الانشطه الفنيه في المدرسه. ولما خد دبلوم تجاره سنه 63 اخوه الكبير عرفه على معلم عنده محل بتاع قطع غيار سيارات واشتغل عنده يمسك الخزنه. بس بالوقت قدر يفهم اصل الشغلانه وبقى بياع شاطر في المحل. وبعد كام سنه فتح محل لنفسه، محل قطع غيار ورمان بيلي في وسط البلد قدام كشري ابو طارق، وفضل موجود لحد النهارده. بس كل ده ما خلوش ينسى الفن. كان بيشتغل في محل قطاع السيارات لغايه الساعه 6:30 مساء ويجري على طول على بروفات المسرح. والفن ابتدى معاه ككومبارس مع امين الهنيدي في مسرحيه الشحاتين، ومنها لدور حنوتي في مطلوب حيا او ميتا. وهنا بيشوف المخرج ابراهيم الشقنقيري وبياخده لمسلسل عيون بتاع الاستاذ فؤاد المهندس والرائعه سناء جميل. ومن يومها العجله اشتغلت وبدا يشتغل مع كبار النجوم، عادل امام، احمد زكي، نور الشريف، محمود عبد العزيز. وتعرف دايما بادوار الشر واللي المخرجين حصروه فيها، بس ليه علامات الناس فاكراها زي مسلسل الحقيقه والسراب. انا مش مصدق نفسي، يعني خلاص نلت الرضا. النهارده عندي يوم عيد، انا اسعد واحد في الدنيا النهارده. بس برضه رغم حبه للفن فضل متمسك بشغلانته في المحل، وهي شغلانته الأصلية. كان عارف إن الفن ملهوش أمان، فبدأ يكبر محله وبقت شركة من أكبر الشركات المتخصصة في الرومان بيل والحاجات اللي زيها. وكان معروف عنه إنه بيفضل قاعد جوه المحل طول ما عندوش شغل في الفن، ويخرج يصلي الفروض جماعة ويدخل المحل يكمل شغله تاني. وكانت بتربطه علاقة محبة كبيرة مع الشيخ الشعراوي، وكانوا جيران، هو في المريوطية والشيخ الشعراوي في المنصورية. ومن المواقف اللي حكاها عن الشيخ الشعراوي انه اتصل بيه وقال له تعالى دلوقتي عايزك، وكان الوقت متاخر في الشتاء. ولما وصل اطمن الشيخ الشعراوي انه بخير، وقال له انت اللي بتمثل في الفيلم الفتى الشرير؟ قال له ايوه. قال له الشيخ الشعراوي ضربك جامد قوي في الفيلم، خدت كام فيه؟ قال له سيد صادق 3000 جنيه. ابتسم الشيخ الشعراوي وقال له هديك 30,000 وما تعملش دور زي ده تاني، وحضنه. ودي من المواقف اللي اكدت له ان الشيخ الشعراوي بيعزه جدا. وفي اخر ايامه وتحديدا 2015 بعد اخر اعماله استاذ ورئيس قسم مع الزعيم، بدا شغل الفن يقل والمخرجين ما بيطلبوهوش، وهو ما حاولش يقلل من كرامته ويطلب شغل. وفي اخر حواراته قال الحمد لله اني حافظت على شغلي الاساسي بره الفن، والا كان زماني دلوقتي بدور على تبرعات. تكريم ليه؟ انا بأكرم دلوقتي عن تاريخ كبير قوي. ربنا يرحمه ويصبر اهله. لو عجبتكم الحلقه فضلا وليس امرا تدوس لايك وشير، تكتب لنا في التعليقات فاكر ايه من ادوار الفنان سيد صادق. ولحد ما نتقابل تاني خليك فاكر، مع وتوبيا حكاوي الفن ما بتنتهيش. سلام.